فيلم عسل اسود الوحيد من افلام احمد حلمي اللي مش معاه بطلة بتشاركه العمل، لان البطلة اللي معاه في الفيلم ده هي مصر. واصلا الفيلم كان متسمي على اسمها، كان اسمه مصر هي اوضتي، ولكن الرقابه ما وافقتش عليه وبقى الفيلم برضو على اسم مصر، ولكن بيوصفها بانها عسل اسود. عسل بانها بلد حلوه فعلا وجميله، ولكنها مليانه بالسواد اي بالظلم ساعه العصر بتاع الفيلم. والسؤال اللي عامل قلق هنا، هو فعلا مصري كان لازم يسافر وما يرجعش خالص وصناع الفيلم خانونا فعلا، ولا دي رؤيتهم واحنا فعلا اصلا عندنا الكونسبت بتاع الحمد لله؟ عندنا الكونسبت بتاع الحمد لله. اهلا وسهلا، انا محمد عادل، والنهارده هنتعمق في فيلم عسل اسود اللي يعتبر فيلم الطفوله المفضل بالنسبه لي، ولكن لما كبرنا لقينا ان عليه قلق وان في حاجات كتيره احنا ما خدناش بالنا منها وشفناها بطريقه تانية. فهنتناقش بقى عن الطريقه التانية دي ومغزى الفيلم كله في الحلقه دي، فبفكرك تعمل لايك وسبسكرايب كده. وفي اخر الفيلم في فقره معلومات اثرائيه للروشنه وتنويه. كل اللي هقوله في الفيديو ده هو تحليل لصناع العمل، رؤيتهم للفيلم ده، مش بقول اراء الشخصيه، انا بقول رايي الشخصي في التحليل بتاعه. احاول ما انتقدش بقى او اقول رايي في اللي حصل بقى في الفيلم. فاحنا ممكن نبدا نحلل الفيلم كده بحاجات خفيفه ونفضل واحده واحده نتعمق. فخلونا نبدا بالشخصيات. اول حاجه عبقريه في فيلم عسل اسود هي اسماء الشخصيات. خالد دياب مؤلف الفيلم لعب لعبه ذكيه جدا، خلى كل اسم شخصيه بيمثل حاجه مش فيه، او يعني حاجه عكسها. عندك مثلا مصري السيد العرب، هو حرفيا اكتر واحد مش مصري في الفيلم، ده واحد امريكاني قلبا وقالبا وما يعرفش اي حاجه عن مصر والعروبه غير وهو صغير، كل تصرفاته بتقول ان هو غريب عن المكان ده. فهنا لعب فكره التضاد، يوضح المعنى ويبرزه زي ما كانت نسر حابه تقول لنا في المدرسه. ولكن الكاتب كانوا مستضيفينه ساعه الفيلم ده وقال ان هو كان مختار الاسم ده عشان يسال سؤال. السؤال بيقول هو مصري السيد العربي هو اللي كان هنا وهو عنده 6 سنين، ولا مجرد اسم بس؟ وهنيجي لشخصيه سعيد اللي عاملها ادوارد، ده حرفيا اتعس شخصيه في الفيلم كله، حياته ضايعه، مفيش حاجه بتبسطه، مش لاقي شغل، حتى البنت اللي بيحبها جالها عريس وهو هتتخطب له وكان بيعيط في الحمام على فراقها، فاللي هو فين السعاده يا عم سعيد؟ عندك شخصيه تانية، شخصيه راضي، اللي هو مش راضي باي حاجه اصلا، لدرجه ان هو يسرق السياح اللي بيركبوا معاه عشان يحس باي انتصار وهمي وعشان يكسب فلوس، فاللي هو مش راضي بالاجره اللي بتجيله، لا ده هو عايز ياخد الضعف، فاهم؟ حتى لو هيسرق هينصب، هو بالنسبه له انا مرضي. وعندك شخصيه منصف، الراجل ده عمره ما اتنصف في حياته يا جدعان، يعني هو باين ان هو موظف محترم وباين انها شغلانه كويسه عشان لابس يونيفورم بدله وكده، ولكن واضح ان المرتب اللي بياخده هو حاجه قليله، يعني مش معاه فلوس يعيش حياه كريمه. واللي مبين حاله القحط ده ان هو عايش مع مراته في بيت اهلها وبيستناها كل يوم 4 وهي بتمسح. فاحنا كل ده هنا بنتكلم على اسامي الشخصيات بس وازاي عملوها بطريقه ذكيه. ولكن انت ممكن تقول لي يا عم فكك يا عم من الكلام ده، احنا عايزين نعرف مصري ايه اللي رجعه مصر تاني بعد ما شاف الذل والمهانه دي، فليه مصري قرر انه يرجع؟ ناس كتير شايفه ان النهايه دي خيانه وان هم باعونا وقالوا حاجات كتير ان ده غلط وانها بتجمل الواقع، ولكن الحقيقه قرار مصري منطقي جدا بالنسبه له مش بالنسبه لنا كجمهور. يعني انت بص من وجهه نظره هو مش من وجهه نظرنا احنا، لان اولا مصري عيشته مش زي واحد زينا، يعني هو مش واحد عاش حياته كلها والمر كله في مصر من الطفوله لحد ما كبر، لا هو عاش في الطفوله ورجع تاني هو كبير ولقى ان الدنيا بايظه برضه. بس انت لو جيت فكرت، هو لما هو عايش طول حياته بره في امريكا والدنيا مترستقه وزي الفل، ايه اللي رجعه مصر اساسا؟ يعني ايه اللي جابه من امريكا لمصر يزورها او حتى يقرر ان هو يعيش فيها؟ الحقيقه ان هو كان جاي هربان من فكره ان مفيش دفء، بالظبط ان مفيش عيله، مفيش دفء، مفيش نفس الاحساس اللي كان بيحسه في مصر. دي حاجه عمرها ما هتكون ملموسه، يعني دي حاجه مش ماديه. فاحنا بنعرف ان كده شخصيه مصر دي شخص شبع من الماديات في امريكا في بلده خلاص وشبع منها، وجاي مصر بس علشان يحس بالدفء. وهتلاقي المشهد ده كمان واضح قوي لما خد العيديه من ام سعيد. نعم. خد يا مصر العيديه. واحنا فين العيديه بتاعتنا؟ بالظبط، هنا اكن المصري لقى الحاجه اللي كان بيدور عليها طول حياته في امريكا لقاها هنا. فانت هتبص تقول يعني انا بالعقل كده هسيب امريكا وكل الفرص والحياه الجميله دي وارجع علشان العيديه؟ انتوا مجانين. هي الحقيقه شخصيه وتكوين مصري تيجي منه عادي، لان هو اوريدي زي ما بقول لك راجل حتى ملوش حد في امريكا وجاي بس بيدور على هذه لمسه الحنان. هتقول لي مش مصدق، اقول لك ماشي عندك حق بصراحه، فعلا ان هو بقى جزء من عيله وجزء من حياه حلوه والدنيا الجميله وبيروح رمضان والعيد، بس ده فعلا
فعلا يخليه يرجع مصر؟ اقول لك بصراحه عندك حق، لازم نفكر في الموضوع ده شويه. انا لما جيت سالت نفسي تاني، بحط نفسي من وجهه نظر مصري، من وجهه نظر صناع العمل. مصري لما رجع مصر في الاخر وهو راكب الطياره، حاول يرجع ما رضيوش يرجعوه، ولكن في الاخر طلع الباسبور الامريكاني يهوي بيه. وهنا في اللحظه دي قرروا ان بالطياره تلف وترجع مصر عشان يتعالج. دي حاجه تخليك تعرف ايه بقى، ان مصري قرر انه مش هيرجع مصر ويبقى مواطن مصري زينا، قرر انه يرجع مصر ويبقى امريكاني. يعني بمعنى ايه، هياخد العسل الاسود ده اللي هو مصر، هياخد منها العسل بس، بان هو يتعامل اكنه امريكاني. هو قرر يرجع ياخد العسل ومع الباسبور اللي يحميه من السواد. عشان كده قراره كان مظبوط بالنسبه لوجهه نظره كانسان، مش كرساله اللي يمثل المصريين، لان هو اصلا واضح ان هو غني ومعاه فلوس ومصر يعتبر بلد حلوه فعلا لو انت غني والدنيا جميله، فالموضوع مش ازمه بالنسبه له. وممكن برضو احنا بنفكر سوا نقول برضو لا هم باعونا، المخرج والمؤلف باعونا. اقول لك ممكن فعلا، بس فكره ان هم رجعوا بالطياره بالباسبور الامريكاني دي قويه قوي، قويه جدا. يعني لو فكرت فيها هتلاقيها لا صايعه، ان هو لسه برضو الحال زي ما هو. وبعيدا بقى عن فكره رجع مصر ولا ما رجعش مصر، هو اصلا الفيلم اسمه عسل اسود، بمعنى ان انت بتحب هذا الشيء بكل سلبياته وبكل الحاجات الوحشه اللي فيه، فاهمني؟ يعني دي اصلا نيه الصانع من اول لما عمل. ده رساله الفيلم. في سلبيات كتير جدا في مصر، ولكن فيها حاجات حلوه قوي 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 مش عارفين ايه هي، بتخليك صابر وفرحان بعد فيها. ممكن تختلف معاها جامد او تتفق عادي، ليك كل الحريه، بس الفيلم اصلا من الاول ما خدعكش. هو الفيلم يكتب لك ان هو عسل اسود، وان هو بيحاول ان هو بيحب المكان ده حتى لو هو سيء، حتى لو عندك شخصيه زي عم هلال مثلا سلبيه، اللي هو احنا عندنا الكونسيبت الحمد لله، بس هو فعلا في شخصيات كده في مصر يعني كتير جدا يعني. فالمؤلف برضو والمخرج مش جايبين حاجات من دماغهم يعني ممكن شخصيه ما تعجبناش احنا، بس هي موجوده. فالفيلم فعلا لو هتنقده من ناحيه هتقدر تنقده على فكره عادي بكل سهوله فعلا، لان المؤلف كان قوي جدا في النقد، ولما جه يعمل حته الحب للشيء ده عمله بطريقه قليله، لان اصلا رد مصري كان اقوى بكتير من عم هلال. مشكله مصري مش ان سعيد او ابتسام عايشين حياه تعيسه، لا، مشكلته الاكبر والحاجه اللي نرفزته اكتر ان بكره حماسه هيبقى زي سعيد ونوسه زي ابتسام، ان الاجيال اللي جايه هتبقى زي الجيل اللي موجود دلوقتي او ممكن اسوء، وبكره هيكون حماسه زي سعيد ونوسه زي ابتسام. انت نفسك عاجبك حالك؟ تلمي انت عاجبك حالك؟ ودي المصيبه فعلا، لدرجه ان عم هلال ما عرفش يرد عليه، قاعد يقول له بس انا لو بصيت للظروف ممكن اكفر ومش عارف حاجات كده اللي هي مصريه جدا. فده بقى يخلي الناس تكره المخرج بالكاتب بانهم خدعونا وكده، وانا ما عنديش مشكله معاهم، يعني حاسس انه عندهم حق والناس اللي في الناحيه الثانيه عندهم حق، بس اصلا حتى الكاتب نفسه بيقول ان مصر فيها كتير حاجات وحشه ولكن هو بيحبها مش عارف ليه. يعني هو زي اكنه عامل الفيلم ده رساله حب للحاجه، العلاقه التوكسيك اللي هو عايشها دي، وحتى هو قال انا مش عارف ايه الحلو اللي فيه، بس هو عمل الفيلم ده كله عشان يعبر عن هذه المشاعر مثلا، فده احساسه، ما اقدرش اقول ان ده بيخوننا او بيلعب بينا. لكن انا بقى فاهم ليه ممكن تحس ان دي حاجه غلط من الفيلم، لان هو عرض كل السلبيات بطريقه ذكيه جدا الصراحه وكوميديه وبتاع، بس حاجات سواد جدا في الاخر، ما قدمش حاجات حلوه. ولكن انا فاهم ان السواد اللي اتعرض لشخصيه مصري في الفيلم خليه يعني يكرهها جدا، لان هو حرفيا اتمرمط. انا اتمرمنت قوي يا راضي، انا مش عارف ازاي هعيش كده. عادي زي ما كل المصريين عايشين. بص ازاي قالها بطريقه فعلا دارك كوميدي، زي ما كل المصريين عايشين. تحس راضي هنا في اللحظه دي الوحيده في الفيلم كله اللي كان راضي فيها فعلا، لو عايش يا عم زي ما احنا عايشين يا عم صباح الفل. ودي اشطر حاجه في الفيلم ده. ولا والفيلم كله معمول بطريقه حلوه تخليك قابل للمشاهده مليون مره، يعني انت كل عيد الناس بتتفرج عليه، اصلا ده حاجه من الثوابت كده بتيجي على التلفزيون الناس بتتفرج. ولكن في ناس كتير معكر مزاجها حوار اللي هو رجع مصر ده، بس زي ما بقول لك كده فكر فيها، هو رجع مصر كواحد امريكاني مش كواحد مصري، دي تفرق جدا. فالمخرج والمؤلف ده الحل الوسط اللي لجأوا له، تحس ده معناها، لان هو قالوا له عشان الناس تبقى ليك لازمه ويرجعوا فيك ويفكروا ان هم يعالجوك لازم تكون امريكي، مش لازم تكون مصري. لو مصري محدش يسأل فيك. يعني الاغنيه دي كلها بقى بتلف وتدور عشان تقول ان الحاجه الحلوه اللي في مصر هي الدفء، فيها حاجة دافية، يعني حاجات كلها معنويه مش ملموسه. ان هو مثلا بيقول لك ان مصر هي الصبح بدري، مصر هي فول طعميه كشري، حفله مترو الساعه 3 باين، حفله سيما مترو، الحاجات دي كلها موجوده في اي دوله عادي. واللي لفت نظري الموضوع الصراحه عمر ابو المجد، يعني الحلقه دي شفتها من زمان جدا ولكن مش فاكرها. مصر أول يوم العيد.
لان فعلا الاغنيه ككلمات ما قالتش ولا ميزه، عكس اغنيه بالورقه والقلم. بالورقه والقلم دي كانت حرفيا معبره جدا وقاسيه جدا وبتقول حاجات فعلا واقعيه. انما لو جيت تتكلم بقى فيها حاجه حلوه، هي اغنيه حلوه بس ككلمات هتحسها لو ركزت فيها هو ما بيقولش حاجه. بس هو زي ما بقول لك، هو بالنسبه له مصر دي اللي خلته يرجع لها هي الحاجه المعنويه. فتعالى يا عم فكك بقى من نهايه الفيلم دي اللي عامله قلق بقى، اللي رجعه وايه اللي خلاه يكمل وبتاع. اللي انا زي ما بقول لك كده انا بحاول بس افسر من وجهه نظر المصري، من وجهه نظر المؤلف المخرج. ممكن اكون تحليلي اللي انا بقوله ده مش حاجه انا مقتنع بيها، بس يعني ده اللي حصل في الفيلم، فبحاول اقوله فعلا من كذا منظور مختلف. ولكن انا بقول لك ابعد عن النهايه دي وتعال نتكلم عن الفيلم ككوميديا. يعني ليه الفيلم ده قابل للتكرار للمشاهده، لو ممكن تشوفه مليون مره. يعني الناس اصلا في العيد بتتفرج عليه اساسي، يعني اللي هو جه في العيد. احمد حلمي بينتشر عامه في العيد. ولما جيت افكر ايه اسباب تكرار المشاهده للفيلم ده، حسيت بسبب ان الفيلم اصلا نصين. يعني في نص كده وحياه وقصه قبل ظهور عيله سعيد وبعد ظهور عيله سعيد، هي شارع بستان المحاميز. ده فيلم تاني حرفيا. اي نعم في الاتنين الصراحه بيعاني جامد، بس الكوميديا فجاه اتغيرت. يعني انت كنت في كوميديا في الشوارع ومع راضي، ولكن اصلا فجاه الكوميديا اتغيرت. انت فجاه بقيت مع عيله سعيد وعرفتنا على شخصيات جديده في مكان جديد، واللي هو مصري لما يستقر، وشخصيات واقعيه وحلوه فعلا، وكل تقديمها بالكوميديا. صحيح، هو انت بتشتغل ايه يا سعيد؟ عواطلي ومبسوط فيها اهي اللي موجوده. وكل شخصيه اتعرفنا عليها بطريقه كوميديه، لان احنا اصلا عندنا شخصيه مصري ده شخص ساذج، او يعني مش فاهم ثقافتنا. يعني احنا عرفنا مشكله منصف انه مش قادر يقعد مع مراته من اول دقيقه. هلو هاي. ايه يا عم انت هتعمل ايه؟ ابوسها. تبوسها؟ ده انا جوزها ومش عارف ابوسها. اللي هو خلاص خلصت كل حاجه في دقيقه. وغير كده انت كمان حاطط في الفيلم مشاهد من رمضان، مشاهد من العيد، ومبينهم فعلا بطريقه صايعه اللي هي ايه فيها دفء وطريقه جماليه. وغير كده انت اصلا عامل ارك للشخصيه او تغير للشخصيه من اول الفيلم. يعني بتشوف اول الفيلم فعلا هو شخصيه امريكيه ما بتفهمش المصريين، السواق يقول له خلي يقوم مخلي فعلا. ولحد اخر الفيلم المشهد نفس المشهد اللي عمله مع السواق في الاول عمله في الاخر، ولكن المره دي السواق قال له ايه؟ اتودكت قوي يا استاذ مصري، بقيت مصري. فكل صناع الافلام عامه والناس الكتاب بيقولوا انك انت تعمل فيلم يبقى قابل للمشاهده لازم يكون الشخصيه بتتغير فيه جذريا، ده الناس تحب تتفرج عليه تاني، لان انت في كل مشهد الشخصيه بتتقدم خطوه. فدي حاجه تحببنا في الفيلم لحد ما تخلص الارك بتاعها وتوصل للشخصيه الناضجه الكامله. فخلونا نروح دلوقتي للمعلومات الاسرائيليه للروشنه. في فيلم عسل اسود عادوا كل مشاهد البيت بتاعت ام سعيد تاني بعد ما صوروها بفتره، بعد ما كانوا هدوا الديكور. تقول لي عدوها ليه؟ اكتشفنا ان في كاميرا كانت بايظه، فعدنا الديكور كله تاني، والتصوير كله اتعاد تاني، وبنوا الديكور تاني رغم انه كان مكلف، بنوه كله تاني من الاول. تاني حاجه وهي ان الفيلم بدأ عندنا من مصر على طول، ما شفناش حياة مصري في امريكا خالص. ولكن المؤلف بيقول ان هم كانوا مصورين مشاهد فعلا في امريكا، ومصري وهو مثلا مستني المترو وبيجي في ميعاده. احنا كان عندنا كام شوط كده في امريكا اللي هو ايه، بنشوف امريكا عامله ازاي. واقف في المترو بيجي في ميعاده بثانيه بالظبط، 10 بتعمل 12 هو المترو بيجي بثانيه، وظابط بينقذ القطه وهكذا. وبيقارنوا ما بينهم يعني ما بين الحياه في امريكا يعني وفي مصر اول لما ينزل. ولكن كل ده برضه مش موجود ويتشال. رقم 3 وان الفيلم كان هيبقى بطوله عمر الشريف، كان هيبقى هو عمر الشريف هو اللي جاي من امريكا، واحمد حلمي هيبقى هو راضي السواق. ولكن طبعا القصه كانت مختلفه وسيناريو مختلف، لان احمد حلمي برضه حاجه كبيره يعني. لكن كل ده اتغير وبقى احمد حلمي هو اللي جاي من امريكا، رغم ان هو بيقول ان هو مش كويس اصلا في الانجليزي. وبعد ما السيناريو اتغير وبقى احمد حلمي البطل، كان السواق مش هيبقى لطفي لبيب، كان هيبقى محمد شرف. لكن للاسف محمد شرف كان عيان، فراح الدور لطفي لبيب، ولطفي لبيب ساعتها اتصل بمحمد شرف واستاذنه ان هو ياخد الدور. فبس كده يا سيدي، اتمنى الفيديو ما يكونش ضايقك او عصبك او نرفزك. انا عايزك بس تعمل لايك وسبسكرايب، تعرف ان احنا مجرد بنتناقش بس. سلام يا صاحبي.